السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في حلقة عن قناتكم كرة حلوة. النهارده عن ماتش الأهلي والمصري في ختام دور الثمانية لكأس مصر 2023. طبعا احنا في مصر على كأس مصر بنلعبه مرتين في السنة، فمفيش مشكلة يعني ايه. لعبنا السنة دي 22 و23 وهنكمل السنة الجاية شوية 23 24. ده إحدى عجائب الكرة المصرية. الحقيقة الماتش كان ما بين النادي الأهلي والنادي المصري ملعب برج العرب، ماتش مهم جدا للفرقتين. المصري خسر نهائي الرابطه، فريق بيقدم بشكل كويس، طلع الخامس في الدوري، فريق عنده سكواد كويس. ان حتى النادي الاهلي لاستكمال الموسم الخرافي الاداء السنه دي، فوز بخمس بطولات، كسب كل شيء معاه. كاس العالم للانديه ادى فيها بشكل ممتاز. الناس اللي بتقول خد المركز الرابع، الاهلي ادى بطريقه احسن كمان من المرتين اللي كسب اليوم برازيل مع موسيماني، بس النتائج ما خدتوش. ادى كره ممتعه سواء قدام ريال مدريد قدام فلامينجو، كان اقرب للمكسب، كان اقرب التعادل قدام ريال مدريد، كان اقرب للمكسب قدام فلامينجو حقيقه. لكن الفريق ادى بشكل ممتاز. ماتش النهارده كان اخر ماتش في الدوري في الموسم، موسم طويل جدا جدا جدا، كان مهم جدا الاهلي ما يخسرش. مهم انك تنهي الموسم بفوز يأهلك لقبل النهائي عشان تلعبوا السنه الجايه ان شاء الله، تستكمل مسيره انجازاتك سواء لكولر او كولر الجهاز الفني او اللعيبه. يعني النادي المصري بيتشبب بالامل ان هو عايز ياخد بطوله. الاهلي ابتدى المباراه بتشكيله المثالي ما عدا الدفاع، كان عنده مشكله ان ياسر مصاب، عبد المنعم موقوف، متولي مصاب، فلعب برامي جنبيه خالد عبد الفتاح. بقى التشكيل المثالي. المصري هو اللي فاجئني، لعب 4-1 الحقيقه المصري ان كابتن علي ماهر مسك لي الاسبوع نبارك له، اعتمد النهارده على طريقه الضغط العالي من اول دقيقه في المباراه، اكتر من سبب. اولا هو لاعب لعيبه صغيره في السن، ولعب 4 قدامهم ايزي امكا، و4 قدام لعيبه قدامهم مروان حمدي، بيتميزوا ان هم لعيبه صغيره في السن، سواء عمرو السعداوي او حسن علي او اسلام عطيه. الراجل اعتمد على صغر السن اللعيبه دي في الاندفاع البدني، ان هو يضغط ضغط عالي على النادي الاهلي. ان الاهلي لا يا جماعه، طريقته المعتاده الاحساس على الكوره، طلعوا بقى بسلاسه. لما يوصل لنص مع الفرقه الثانيه او الثلث الاخير بيبقى خطر جدا، عنده حلول كثيره جدا جدا جدا. المباراه ابتدت ضغط على النادي المصري، حرم الاهلي من بناء الهجمه. يعني الشوط الاول تقريبا كان عباره عن ضغط على النادي المصري مقابل محاولات الاهلي بيطلع بالكوره ما كانتش ناجحه. كان في تسرع، المصري لعب بطريقه اجريسيف شويه، كان في بعض الضغطات العنيفه. في ده جزء من طريقه ماتش الكاس يا جماعه، انا احول الماتش لخناقه، احول الماتش لالتحامات بدنيه، خصوصا لما يكون الفريق ده اقوى مني. انا عارفين في الكاس بالشرط الاقوى او الافضل هو بيكسب. ممكن ابقى انا الاقل، ياما اشوف منتشر فريق اقل وغير مرشح بيكسب، فريق كبير بيخطف زي ما بيقولوا. الحقيقه المصري في الدقيقه الثالثه نتيجه خطا دفاعي من رامي ربيعه، دفع ساب مكانه بينما حسن علي لمروان حمدي. الحقيقه الكره على خط نتيجه على نقطه نتيجه جزاء السيده بشكل قوي جدا. الحقيقه انقذ الشناوي ببراعه، هدف ممكن 100%. الحقيقه يعني هنا مروان حمدي اعتمد على القوه اكتر من الدقه. انت مواجه المرمى اي حته يمين او شمال جون، هو حط فيها القوه ما حدش فيها الدقه. انقذ الشناوي فرصه هدف مؤكد. الدقيقه 12 عندنا كوره برده خلف المركز الدفاعي بظهر علي معلول، كره اسلام عطيه، لعبه قويه على المرمى. الحقيقه المصري بيعتمد على الضغط العالي جدا طول الملعب، فحارم الاهلي من الطلوع السلس بالكوره، فالاهلي بيعتمد على كور طويله في الالتحامات. الشوط الاول انتهى بلا تزاع الاهلي، تقريبا هو زي النادي الاهلي. يمكن الكره الوحيده الكره رامي ككورنر، كره ردت لف ولعبها زي ما بيقولوا ايه، تخليص حق، لعبها باي شكل خلاص. الشوط الثاني ابتدى الحقيقه بشكل مختلف تماما. كان السؤال هنا هل المصري هينجح ان هو يكمل بنفس الاسلوب؟ انا كنت اشك في ده، لان صعب جدا انك تضغط على الاهلي 90 دقيقه. الاهلي بدنيا اقوى، الفريق واقف على رجله بدنيا، فريق عنده حلول كتير بلغه الكوره. الحقيقه المباراه الشوط الثاني ابتدى بشكل مختلف تماما. في اول دقيقه ضغط على النادي الاهلي، انفراد لقفشه، حب يحطها بشكل جميل، حطها بجوار القايم بشكل مش كويس. الحقيقه المباراه اتحولت الشوط الثاني لهجوم كاسح النادي الاهلي مقابل دفاع، او مش دفاع، اقول لك لعيبه المصري بلغه كوره وقفت، اللعيبه خلاص العشرة تحت الكوره. طوفان هجوم من النادي الاهلي، مش عايز نتكلم على الفرص. الدقيقه 60 نزل الراجل، عمل تغييرين، نزل ديانج. انا مش محتاج اتنين ده خط وسط قدام فريق خلاص متراجع دفاعيا، بقى مروان عطيه لوحده، نزل عبد القادر قندوسي. الناس يا جماعه اللي بتتكلم على قندوسي، قندوسي عنده مشكله دفاعيه مش هجوميه. يعني قندوسي راجل هنا النهارده نزله ليه؟ لان المصري وقف، فمبقاش محتاج ان انا ارتد دفاعيا. يعني هو قفشه بيعمل الدور ده كويس. قفشه يا جماعه اتطور بشكل كبير جدا مع كل، خصوصا في الدور الثاني. هنا قندوسي هو راجل دفاعيا قليل، يعني الراجل هو راجل هجومان عالي، عنده رؤيه، عنده باص كويس، عنده تسديد كويس، عينه حلوه زي ما بيقولوا بلغه الكوره، لكن دفاعيا عنده مشاكل. عشان كده الراجل في المنتشر الكبيره الراجل ما بلعبوش.
لان هو الراجل عايز لعيب يأدي ده 100% وده 100%. يعني لما بنشوف بيرستا والشحات بيدافعوا ويرجعوا يهاجموا بيهاجموا دفع في كل كوره، بنشوف كهربا بيرجع يدافع. اللعيبه كلها حقيقة ليها دور دفاعي ودور هجومي، لكن بالنسبه للقندوسي دور الدفاعي ضعيف شويه. فالراجل نزله خلاص، ما بقتش محتاج انك تدافع، خلاص هاجم كمل مع مجموعه الهجوم. حقق طوفان هجومي من النادي الاهلي. عندنا فرصه للشحات لعبها في شكل سهل زي ضيقه. عندنا كره قندوس حبحتها بشكل جمالي، صدام محمود جاد. عندنا كره الهاني كانت يسار في الجون. عندنا طوفان هجومي من النادي الاهلي. عندنا رسائل على الفتاح، محمود جاد طلع غلط، الجون كان فاضي. الاهلي ضغط بشكل كبير جدا 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 جدا، طوفان هجومي. فاحنا قاعدين مستنيين الاهلي هيجيب جون امتى. طب الحلول عند النصر ايه؟ هم حاجتين ما همش تالت، يا اما كوره طويله عشوائيه، يا اما كوره ثابته. وده فعلا في دقيقه 80 كوره من محمود جاد لعبها مروان حمدي عندها على القوه البدنيه، التحم وخد الكوره من خالد فتاح، وكوره ساعدته ودخل منطقه الجزاء وسع نفسه شاطه. احيانا الشناوي اتحرك بشكل كويس جدا جدا، اتحرك بشكل ممتاز، قفل الزاويه، توقع ان هو هيلعبها في الزاويه البعيده قفلها، هدف مؤكد. هنا قلنا المصري واقف، هو بيعتمد على دي بس. انا بحاول اخطف. عندنا في الدقيقه 85 هدف من النادي المصري، حقق فاول يتلعب من الياس الجلاصي. كان مروان حمدي برضه اخطر لعيب في النادي المصري، متمركز متقدم شويه، هدف ملغي. هي دي محاولات المصري. فانا كان ده المفروض اضغط عشان اخلص الماتش. لا استمر بالضغط، خلاص هو معتمد ان المصري واقف فهجيب جون في لحظه زي ما بيقولوا. لحد ما حصل مفاجاه في الدقيقه 94 كورنر النادي المصري، كوره ملعوبه من حسين سيد بالونه، كوره عاليه جدا. هنا مروان حمدي يا جماعه اللعيب ده معروف ان اللعيب ده هو الهيترس بتاع الفريق، هو اللعيب الطويل، هو اللي بيلعب بدماغه. المفروض اللعيب يمسكه مان تو مان، واللعيب ده المفروض هو ابراهيم ربيعه، لان هو يمثله جسمانيا كطول كجسمانيا كالعاب هوا. الراجل جاي باريحيه ودخل لعب كوره بشكل قوي جدا من حدود 6 ياردة. هنا برده الشناوي متمركز على خط الجون. انت كحارس مرمى لازم تبقى تقرا الكوره، انت تبقى واقف. خليت الكوره بالونه، قطع خطوات سريعه، لما امسكها لما اضربها بالبوكس ان الكوره كمان مش معوبه، مش لورا قوي. هنا شناوي يعني ثبت نفسه. حقيقه برضه لعبها طلقه بدماغه على شمال شناوي، هدف وقت قوي الدقيقه 94. الناس كلها افتكرت ان الماتش خلص، بيحاول يضغط. دقيقه 95 تشتيت من دفاع المسرح للياس الجلاصي على محمد الجزائري. الراجل حب يعمل تصرف غريب جدا، كان قدامه حلين، يلعب لاسلام الميزاني اللي في وشه، يلعب لحسين السيد اللي على يمينه فاضي. الراجل حب يعمل لمسه جميله بالكوره يلف لحسين الشحات. حسين الشحات كان اذكى منه، ضغط عليه غلطه، شده من فريقنا، ده ضربه جزاء في وقت الدقيقه 95. قال معلول الحقيقه الراجل شاطها باعصاب يحسد عليها، يعني الراجل شاطها بمنتهى الهدوء، لسه مضيع ضربه جزاء مش داخليا، ماتش كاس داخل كوره لو ضاع خاص فريق يخرج من الكاس، حطها بشكل ممتاز في بطن في نص المرمى بشكل ممتاز، هدف على الدقيقه 95. الوقت الاضافي يعني قبل الوقت الاضافي انا قلت خلاص المصري وقف بدنيا، المصري خلاص مش قادر. هو المصري يعني بيقول ايه، كل شويه كرامبات، اللعيبه مش عايزه ماتش باي شكل. لا استمر بنفس الوتيره، محاولات للضغط. عندنا كره عبد القادر لعبها بالشكل السهل في ايد جاد، وعندنا كره ثانيه قندوسي وسع قوي نفسه بشكل ممتاز، لعب برضه في ايد جاد. الشوط انتهى بنفس الوتيره. جينا في الشوط الرابع، الفرج جه كوره من قفشه بوش رجله لعبها لقندوسي. قندوسي ما قلنا لعيب كوره، لعيب نفسه حلو زي ما بيقولوا، سلك الكوره نفسه بشكل كويس. يعني ايه اللعيب بيضغط عليه، خدها من اليمين للشمال، فتح نفسه. هنا زق نفسه بشكل كويس جدا، بقى مواجه للمرمى. هنا نتكلم عن بيرستاو لما خرج كهربا، بيرستاو لعب راس حربه، وحسين راح يمين وعبد القادر شمال. بيرستاو اتحرك يمين، التحرك ده ما خدش حقه. بيرستاو لما اتحرك يمين خد المدافع معاه خلاص، فبقى مدافع واحد بس هو المواجه لقندوسي. ده ذكاء مع الراجل، كان برضه قندوسي هو زق الكوره، هو واقف في المكان الصح على حدود منطقه الجزاء، وانت لعيب الكوره على عدلتك. هنا بقى شاط، قلنا هو شاط كورتين كان فيهم دقه على حساب القوه، يعني الكورتين كان فيه الجاد. هنا لا، هنا حط فيها قوه وتوجيه، يعني الكوره ارضيه زحفه قويه، راح على شمال جاد في اخر المرمى، هدف النادي الاهلي. يعني هدف مهم جدا 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 ان في ماتش كاس يأهلك للدور قبل النهائي. بعد المصري حاول يندفع بعد محاولات، كوره في المروان في الشبكه الجانبيه، كوره ثانيه للمساك عمرو موسى. انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي، فوز مستحق 2-1. كان ممكن الاهلي كسب، كان ممكن يخسر، دي طلعت مباراه الكاس. انا عايز اتكلم بسرعه يا جماعه عن النادي الاهلي، عن مكاسبه النهارده او عن كولر بشكل خاص. الحقيقه كولر ده ختام موسم مثالي، كان مهم جدا ما خسرش النهارده، ان انا بعد ما اكسب
دوري واكسب افريقيا واكسب كاس واكسب 2 سوبر. المهم ان انا ما اخسرش، انا موسم بشكل ايجابي، ان انا لما اخد الراحه ال 20 يوم او 15 يوم ما اخدهاش وانا خسران بطوله، يعني حتى مش ماتش دوري مثلا اقول مش مشكله زي ماتش بيراميدز، لا ده ماتش كاس، فخروج من بطوله كان هتعمل هزه نفسيه للفريق. انا كسبان كل حاجه بس مش عايز انا موسم بالشكل ده، عايز يعني اقضي الاجازه وانا مبسوط عشان اسعد اللي هو قادم وانا وانا في حاله معنويه كويسه. كل يا جماعه الراجل خلاص، الراجل حط سيستم لفريقه بيلعب باسلوب هو اللي بيفرق اسلوب على كل الفرق. خلاص انت كل فرقه عارفه اسلوب بيلعب بالراجل. هنا الراجل طريقته منتهى السلاسه، اللعيبه لازم تلعب الكوره من رجل لرجل، مفيش لعيب يطفش اللونج باص حتى في تمريرات معينه بطريقه معينه بيبقى حتى تكتيك متفق عليه، ان علي معلول بيعمل مثلا الكره الطويله من ورا لقدام بدي جمله بيتفق عليها بيلعب من ورا المدافعين، نفس كده الصرامي بيلعب كوره من ورا المدافعين، المره عاديه من ورا المدافعين، حتى دي ما بيعملهاش عشوائي مش مزوقهم لعيبه اي حاجه والسلام. الراجل بيعتمد على بناء الهجمه، التدرج بالكوره، بوصل منطقه جزاء، الحلول. هنا يا جماعه الاهلي كان مع موسيماني تحس اللعيب بيلعب لوحده، هو اللعيب بيتصرف على هواه، يعني قفشه بيحاول يعمل قادر يحاول يرقص، لا هنا واضح ان في جمل بتتنفذ، في مجموعات بتتنفذ، مجموعه هاني وبيرسي تاو، المجموعه الثانيه اشحات ومعلول، مجموعه العمق اللي انضم لها قفشه ومروان عطيه بعد خروج حمدي. خلاص بقى في شغل في الملعب، انت الاهلي بيوصل للمرمى يا جماعه بشكل كبير جدا كل ماتش، ده شغل مدرب. ان انا فرقه قدامي بتدافع، حتى فرقه كبيره بتقابلنا بتدافع، مع الزمالك بيدافع قدامي، بيراميدز بيدافع قدامي، بيدافع بيلعبوا دفاع منطقه، مع كده بقدر اوصل واسجل، ده تحس بالفريق. الحاجه المهمه جدا ناقص الراجل راس الحربه. انا اعتمدت على كهربا اساسا مش راس حربه وبيلعب جناح، الراجل كطاهر لعب راس حربه ادى بشكل مذهل فاجئ الناس كلها، وفاجئ يعني ما عدا كولر طبعا هو الراجل كان واثق فيه. محمد شريف مهاجم ممتاز ورائع بس تذبذب المستوى بس لا غنى عنه. النهارده في عدم توفيق كهربا لانه اتوقف وحالته النفسيه مش كويسه فما كانش مركز، واصابه محمد شريف ما بقاش عندي حد يلعب راس حربه. انا دخلت بيرسي تاو اخطر بكتير على الطرف من بره لجوه، مرعب لعيب بدنيا وفنيا مرعب. يعني انا ما شفتش في حياتي لعيب بيلعب من الخط للخط بالمنظر ده، الله اكبر ما شاء الله عليه، لعيب بيلعب من الخط للخط يرجع يدافع مع الباك لحد نقطه الكورنر بدرات الكوره بتاعته ويكمل في هجمه الكوره الناحيه الثانيه ويخش مره جوه يعمل لك خد ويروح على الجون ويسجل ويصحى، لعيب ممتاز. وده برده تتحسب لكولر. موسيماني كان بيلعب 3 4 ماتشات والراجل اتصاب. موسيماني لما اداله الراحه الكامله واداله الوقت الكامل ان هو يخف والاستشفاء، الراجل رجع بالسلامه ما شاء الله اكبر. ما فيش ولا اصابه سند موسيماني يا جماعه، اللي اسف لبيرسي تاو، الراجل لعب موسم كامل بلا اصابه. فالحقيقه ده كله ده يحسب الكوره، بس انت عايز راس حربه. الراجل يا جماعه يعني الراجل عمل ايه؟ انا ما عنديش راس حربه، جبت كهربا. طيب اعتمد اكتر على مجموعه مجموعه الاجنحه. هو مين اللي بيسجل؟ الشحات وبيرسي تاو بشكل كبير جدا. عبد القادر بيسجل ساعات. طاهر الحقيقه خذل الراجل، يعني فين وفين لما بيجوا. قفشه رجع لمستوى قفشه برضه يا جماعه. ده لو كان مع كوره تطور قفشه السنه دي او في الدور الثاني بالذات مذهل. قفشه كان بياخد كوره يلف حوالين نفسه ويرجع بالكوره وعايز هو يبقى صاحب الكوره، لا قفشه بيلعب لمسه ولعب، قفشه بيعمل تاكلينج، قفشه بيدافع، قفشه بيهاجم، بقى بيلعب اللعب السلس، بيصنع فرص زمايله بمنتهى الاريحيه. لا ده يا جماعه كولر ده هيتحسب له. الشحات اللي كان لحد نص الموسم كان بره الفريق، لا الراجل بقى نجم فريق، بقى نجم فريق الاول عمال يساوي السنه دي. كل ده يحسب المدرب، بس حقق له بقى طلبه. انت جبت له رضا سليم، صفقه ممتازه، لعيب جوكر بيلعب طرف يمين طرف شمال، هيديك حلول اكتر واكتر. جبت له امام عاشور، صفقه ممتازه عشان يعوض حمدي فتحي. انا متخيل خطوه سؤال ان امام عاشور وجنبيه مروان وجنبيه ديانج، لا ده يعني ديانج خليل مفرغ اللغات الدفاعيه، ومروان عطيه وامام عاشور يعملوا الدفاع الهجومي، هيعملوا شغل جامد جدا. حل مرعب يعني، خصوصا امام عاشور في الدفاع الهجومي خفيف وسريع بيروح على الجون ورجليه تقيله، هيديك حلول كتير. انت هات له بقى راس حربه، الدفاع كويس خلاص، الدفاع ما عندوش مشكله، ما عندكش ازمه فيه، خط الوسط ما فيه الحمد لله كويس. هات له بقى راس حربه يترجم الفرص، هات له عماد متعب اللي احنا مش هنلاقي زيه، هات له عماد متعب اللي هو اللعيب اللي لو جات له فرصتين يجيب لك واحده، هات له واحد لو جات له واحده 3 يجيب واحده. ما ينفعش يا جماعه اوصل جون مثلا 20 مره اسجل جون او اسجل 2، لا لما اوصل للجون مثلا 5 مرات اسجل 2، اوصل 10 اسجل 3 4، لكن ما اوصلش 20 اسجل 1 و2. الحقيقه الراجل ده انا بسميه موسم كولر. الراجل اعاد اكتشاف لعيبه كتير، واقف النادي الاهلي على رجله، خلاه مرعب للمنافسين، كسب كل شيء، وهو لو فضل بالمنظومه دي ان شاء الله برضه هيكمل على نفس الوتيره.
كولر هو النجم يا جماعه. يعني الاهلي طبعا هو النجم كل حاجه، بس كولر هو النجم. هو الراجل عامل منظومه ما حدش بيخرج منها، اللعبه كلها بتلعب، عامل روتيشن ممتاز، مدي كل لعيب حقه، اللي بيتعب بيلعب. اللعبه كلها مبسوطه، اوضه اللبس بحاله نفسيه كويسه، الراجل عامل لعيبه بشكل نفسي ممتاز، بيراضي ده وبيراضي ده بس الناس مش على حساب الفريق، ما بيجاملش على حساب الفريق. فحقيقة النجم هو كولر. الف مبروك النادي الاهلي. ختام موسم مذهل، موسم خرافي. اتمنى جاي افضل ان شاء الله. عندنا كمان شهر يعني عندنا بقى داخلين في معجنه، عندنا سوبر افريقي، وعندنا سوبر محلي، وعندنا بدايه دوري، وعندنا كاس عالم انديه في شهر 11. ربنا يوفق ان شاء الله. الف مبروك النادي الاهلي. اتمنى تحقيق عجبكم وعملكم شرف القناه. السلام عليكم.